كيف يظهر الألم النفسي على هيئة أمراض جسدية؟ هل شعرت يوما أن جسدك يشتكي، لكن التحاليل تؤكد أن كل شيء على ما يرام؟ تعب غامض، صداع، مغص، تنميل، أو ضيق في التنفس. ثمة شيء لا يقال، ثمة وجع ليس موضعه الجسد، لكن الجسد قرر أن يتكلم عنه. في هذه الحلقة سنفهم سويا كيف يروي العقل حكايته، ولكن بلغة الجسد. أنا من إجازة عقل، فلننصت إلى الجسد حين يكون صوته أصدق منا. المحور الأول: ما معنى أن يظهر الألم النفسي في الجسد؟ في علم النفس نسمي هذه الحالة الاضطرابات النفس جسدية psychosomatic disorders. الجسد لا يكذب، ولكنه يعبر عمن لا يستطيع العقل مواجهته. حين تكبت الحزن أو الغضب أو القلق، يأخذ الجسد القلم ويكتب عنك. العقل الباطن لا يميز بين الخطر الحقيقي والضغط النفسي، فإذا ظللت صامتا متألما مترددا، بدأ الجسد يترجم ذلك على هيئة أعراض ترهقك. المحور الثاني: أمثلة من الواقع. رجل يستيقظ كل يوم على صداع مزمن، تبين أن السبب ليس عضويا، بل ضغوط نفسية ومشاعر مكبوتة. فتاة تعاني من مغص متكرر وتقلصات، ورغم سلامة الفحوصات فهي تعيش في بيت مليء بالتوتر والصمت عن الألم. شخص آخر يشعر بكتمة في صدره ويتنهد طوال الوقت، وحين بحثنا وجدنا في داخله شعورا بالذنب وخوفا من اتخاذ قرار مصيري. الجسد يتكلم، لكنه لا يتكلم بلغتنا بل بلغته. المحور الثالث: أشهر الأعراض النفس جسدية. اضطرابات المعدة، قرح، حموضة، قولون عصبي، وغالبا يكون السبب كبت القلق والخوف من الرفض والتوتر الدائم. مشاكل الجلد، إكزيما، حبوب مفاجئة أو حكة مستمرة. الجسد يحاول أن يخرج الغليان الداخلي إلى سطحه. آلام الظهر والكتف والعنق، ترجمة لحمل عاطفي ثقيل. مسؤوليات تفوق طاقتك أو شعور بالظلم لا يقال. ضيق التنفس أو ما يشبه النفس القصير، كأنك لا تستطيع أن تتنفس حرية، وغالبا يرتبط بمشاعر الذنب أو الخوف أو الشعور بالاختناق الداخلي. المحور الرابع: لماذا يتكلم الجسد بدلا عنا؟ لأننا غالبا ما نهرب من أوجاعنا النفسية. نضحك ونحن نتألم، ونتظاهر بالقوة ونحن على وشك الانهيار. العقل يحاول أن يصنع لنفسه أمانا وهمية، لكن الجسد لا يستطيع أن يخفي الحقيقة. الجسد هو المرآة التي لا تكذب، هو الذي يقول لك: اسمعني، قبل أن أضطر إلى أن أرفع صوتي أكثر. المحور الخامس: كيف نتعامل مع هذا الألم؟ 1. اعترف أن الألم النفسي حقيقي، فالكتمان ليس بطولة، والوجع ليس مبالغة. 2. دون مشاعرك يوميا، اكتب حتى لو بكلمة واحدة. فرغ ما بداخلك، لا تكتم. 3. حين يتألم جسدك اسأله: ماذا تريد أن تقول لي؟ 4. مارس التنفس الواعي أو التأمل البسيط. 5 دقائق من الهدوء يوميا تصنع فرقا حقيقيا. 5. اطلب المساعدة. إن طال الألم لا تنتظر أن تنهار كي تتحرك. النهاية: ليس كل ألم يداوى بمسكن، فهناك أوجاع تحتاج أن تسمع لا أن تسكت. ليست مشكلتنا دائما في الأعضاء، بل في الكلام الذي لم يقال، في الحزن المهمل، وفي الخوف الذي لم يجد اسمه بعد. لكن الجسد شجاع بما يكفي ليحكي، فاستمع إليه واحتضنه، واسأل نفسك في كل ليلة: هل أنا متألم أم فقط صامت؟ أنا من إجازة عقل، ومن هنا نمنح أنفسنا مساحة للفهم.